الفاصوليا مش مجرد محصول، ده مشروع استثمار يديك دهب من أرضك لو زرعته صح. إن شاء الله هنعمل فيديوهات عن زراعة الفاصوليا، من الزراعة حتى الحصاد، كل اللي يخص زراعة الفاصوليا من أول البذرة لحد ما تجمع وتدرس وتحصد. النهاردة الفيديو بتاعنا هنتكلم فيه عن 5 نقاط عن أهمية الفاصوليا للأرض وليك أنت. نتكلم عن ميعاد الزراعة، نتكلم عن الأرض الصالحة للزراعة، هنتكلم عن متوسط الإنتاج، عن معدل التجاوي للفدان، وهلم جرة ونكمل باقي الفيديوهات إن شاء الله. لكن نصلي على النبي ونرجع نكملوا الفيديو. يلا بينا يلا بينا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هنبدأ معاكم سلسلة فيديوهات عن زراعة الفاصوليا من الزراعة حتى الحصاد موسم 2025، العروة الشتوي اللي هي بتنزرع معاك من 15/8 لحد 1/10. قلنا مش هنتبدل شوية عشان الحرارة والكلام ده، هنزرع من أول 9 يعني خلال شهر 9 كامل. تمام، فدي العروة اللي هي الشتوي. تمام، اللي بينجمع في الشتاء شتوي واللي بتنجمع في الصيف صيفي وتقاعد. تمام، هنتكلم عن 5 نقاط النهارده في فيديوهات كتير. تمام، فمش عشان ما نطولش عليكم ويبقى الفيديو قليل، هناخد كام نقطه كده نتكلم فيهم ونستمر معاكم كل مثلا يوم 2 3 نعمل فيديو، ولازم تكمل معنا وتتابع معنا. فانت لو مش متابعنا لازم تتابعنا وتشترك عندنا في القناه لو بتشوفنا على اليوتيوب، وتتابعنا على الفيس لو انت بتشوفنا على الفيس. هنتكلم عن اهميه الفاصوليا. الفاصوليا ده مش محصول محلي كده، ده محصول محلي وتصديري، يعني شغال بره وجوه. يعني محصول انت كده كده هتعرف تبيعه. يعني بص، مطلوب بره مصر وجوه مصر، محصول تصدير، يعني محصول يعتبر عالمي، فانت هتزرعه وانت كده كده مستفيد منه. من ناحيه ثانيه، المحصول الفاصوليا ده من البقوليات اللي بتعمل عقد بكتيريه في الارض عندك، فبتحتفظ بالنيتروجين في التربه، فبيفيد التربه عندك. فالمحصول اللي جاي بعده بيبقى بيدعي لك كده ان هو انت مزروع بعد فاصوليا. ليه؟ علشان مجمع عقد بكتيريه ونيتروجين في التربه عندك، فبيفيد عندك النبات من محصول اللي بنزرع بعد الفاصوليا، فالارض بتستفيد وانت بتستفيد. تمام زي الفل. طيب، دي اول نقطه اتكلمنا فيها. ثاني نقطه بقى هنتكلم فيها ايه الارض المناسبه لزراعه الفاصوليا. ما انت لازم تحدد اللي انت هتبتدئ فيه. انا هزرع فاصوليا يبقى انا لازم اقف على ارض ثابته. انا احدد الارض اللي هزرعها. عندي الارض سيئه الصرف، اركن على جنب ما تزرعش. عندك الارض غادقه وما بتصرفش الميه وتحتفظ بالميه، ما تزرعش. عندك الارض فيها ملوحه وزياده الملوحه فيها اكتر من 700 جزء في المليون، يبقى ما تزرعش. يبقى انا الارض الجيده الصرف الخاليه من الاملاح، خاليه من الملوحه، بتروى ميه نظيفه ما فيهاش ميه مخلوطه ولا صرف ولا ميه ارتوازي والكلام ده كله، فيها ميه ملاح وملوحه، يبقى انا 100 وازرع ارضي. يبقى انا عندي ازرع في الارض المناسبه ليا، ارض جيده الصرف، بالارض الرمليه، الارض الجيريه، الارض الطينيه الخاليه من الملوحه والميه اللي فيها ملوحه. يعني مثلا لو عندي 700 جزء في المليون، دي بس بتطلع معايا مع استخدام معالجات ملوحه. يبقى الفاصوليا حساسه جدا للميه وحساسه جدا للملوحه، فانا لو عندي ملوحه وكلام من ده فما ازرعش فاصوليا. عندي الارض بتحتفظ بالميه، الاعفان الجذور اكتر حاجه بتضر الفاصوليا. عندك الاعفان، تلاقي الزرع اول ما بتروي رات المحياه يبدا يسقط معاك ويقول لك جاله عفن وجاله مش عارف ايه وسقط الزرع معايا، ده اعفان الجذور بسبب الميه. فانت لو الارض بتحتفظ، الارض بتنشف معانا بسرعه، الارض 100 وازرعها. حاول ان شاء الله الفتره الجايه لما نتكلم هنقول لك لما نخطط حاول تغوط غلب الخط شويه علشان ينشف معانا الارض بسرعه، عشان الفاصوليا حساسه للميه. تمام، ولازم نستخدم مبيدات فطريه عشان اعفان الجذور والكلام ده كله، ده هنتكلم فيه الفتره الجايه. تمام، دي الارض اللي تصلح الزراعه. طيب، ميعاد الزراعه كبير يا رب. عندك عروتين للفاصوليا، عروه شتوي وعروه صيفي. العروه الشتوي اللي احنا فيها حاليا دي بتنزرع من 15/8 لحد 1/10.
وقلنا هنتاخر شويه بزراعه الفاصوليا ليه؟ كان ارتفاع درجه تسويقات. الحراره، فقلنا نزق شويه ايه؟ نزق شويه نزرعه مثلا من اول 9 لحد 1/10. طب يا هندسه انا ممكن شوف ازرع نسبة فاصوليا التفريغ. وازرع بعديها قمح؟ ايوه ممكن تزرع فاصوليا بعدين. الفاصوليا عمرها من 90 يوم تفريغ. لحد 100 بالكثير، 100 يوم 110 يوم. فانا الفاصوليا ازرع عادي، ونزرع القمح معاك تزرع لحد 20 25 12 تزرع قمح. تمام تمام. يبقى انا هزرع فاصوليا هزرع بعدها قمح عادي جدا جدا جدا. تمام تمام زي الفل زي الفل. العروه الصيفي بقى بتنزرع معاك من 15/2 لحد 15/3. تمام تمام. ده الرقم الثالث. ثالث حاجه او رابع حاجه متوسط انتاج الفدان. انا هبقى عامل حسابي انا هزرع فاصوليا، انا هجيب محصول قد ايه؟ طب انا المتوسط هجيب كام عشان اضرب مثلا؟ هجيب كام؟ هتوفي معايا ولا مش هتوفي معايا؟ انا هاجر ارض مثلا وليكن فدان بكذا بكذا، انا هزرع بكذا هعمل بكذا. بص يا سيدي، متوسط انتاج الفدان الفاصوليا من طن و200 كيلو لحد ممكن يوصل معاك لحد 2 طن للفدان. يعني ممكن تجيب طن و200 طن ونص طن و400 طن و600 2 طن. فانت بتحسبها نسبه وتناسب، اقل حاجه تشتغل عليها طن و200 كيلو، مش هيقل معاك عن كده ان شاء الله الفدان. متوسط الاسعار معاك من 50 ل 60 جنيه للكيلو، ممكن لو قل شويه ممكن توصل 45 للكيلو. تمام. فانت احسبها مثلا لو طن مثلا جبت طن مثلا ب 50,000 زود عليهم مثلا كمان 10 يبقى 60,000 جنيه للفدان. لا ممتازه جدا جدا. تمام. هتعمل نسبه وتناسب، ما بتاخدش كيماوي كتير خلي بالك. اهم حاجه تظبط ريك، مواعيد ريك تشتغل عليها، طريقه الزراعه، كل الحاجات دي ان شاء الله هنتكلم فيها الفتره الجايه. طب معدل التجاول للفدان، معدل التجاول للفدان ممكن يوصل معاك من 50 ل 60 كيلو. يعني الجراد بياخد من 2 كيلو ونص لحد 3 كيلو. تمام. احنا اتكلمنا النهارده في النقاط اللي احنا هنتكلم فيها زي ما قلت لك: الارض الصالحه ومعدل الزراعه ومعدل التجاوي، متوسط الانتاج، واهميه الفاصوليا ليك انت ولارضك. تمام. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم فيه عن اعداد الارض للزراعه واصناف تجاوي الفاصوليا. ماشي تمام. اللي هي الفاصوليا الجافه اللي بتنزرع فاصوليا جافه، وازاي نعد الارض وطريقه الزراعه. تمام. وازاي نعقم البذره قبل الزراعه من بذور فطريه. هنتكلم في كل التفاصيل دي. فانت لو مش متابعنا لازم تتابعنا عشان يوصلك كل جديد. ان شاء الله الفيديو بكره ممكن ينزل بعد بكره، فانت لازم تتابعنا وتعمل لايك وتعمل مشاركه للفيديو علشان غيرك يستفيد وانت تستفيد. لو انت استفدت حاجه فعلا من الفيديو اعمل كده، انا استفدتش معلش احنا اسفين، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أرضك بتنتج تعالى ما حد غيرك يفيدك يا صاحبي، ليه عيش تعالى عالخلق وتمد ايدك. هلا 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 والله يا عينا، دي الغربة زادت وطالت وطالت يا ولدي بيني وبينك. الفات على الأرض تنزل، الأرض تضحك شايق تسرح وتجمع وتغسل ثوبك ومهرك يا عايق، وعلى جبينك دي الغربة